أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، وعن المقدور لا ينجي الحذر، فلسنا على أقدامنا، فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدمى. ترددت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدمها. أرسل إلينا أحبابنا من داخل بلاد الشام وهم يواجهون بصدور عزل وبأسلحة متواضعة تلك الدبابات والترسانة الثقيلة، ويقولون علمنا أنكم في المملكة العربية السعودية تقنتون في المساجد وفي الصلوات وتدعون وتجأرون إلى الله عز وجل بالدعاء، فإنا ندعو لكم مع كل طلقة نصوبها دفاعا عن عرض المسلمات والأطفال والحرائر. ودخل إلى عدد من مواقع اللاجئين 9 أطفال قطعت ألسنتهم. أطفال تقطع ألسنتهم ليه؟ الطفل الذي يهشم وجهه ليه؟ هذه المشاهد التي رأيناها قبل قليل في طفلة تصيح وتتكلم والجراح منها تنزف ليه؟ بأي ذنب قتلت؟ ما الذي حل بهؤلاء؟ مصيبة ما بعدها مصيبة. أقول إن البخيل والشحيح والجبان هو الذي يتردد في الدعم في هذه اللحظة. لا سود لا بيض الله وجه البخلاء. اللهم لا تجعل لبخيل بركة في ماله. اللهم من ملك مالا وقدرة في البذل والعطاء ثم بخل عن نجدة إخوانه، اللهم لا تبارك له في مال، ولا تبارك له في عقار، ولا تبارك له في دار، ولا تبارك له في تجارة. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. اللهم من أنفق وبذل وسعى ودعا وأعطى وساهم وحرض إخوانه على البذل والعطاء والجهاد، فإنا نسأل الله له سعة الرزق وصلاح النية والعمل والذرية وحسن الخاتمة، وأن يخلف الله عليه عز وجل بأوسع الخلف الجزيل. أحبتي، إن الله عز وجل له حكمة بالغة في تأخر هذا النصر. تقولون لماذا؟ حتى تيأس القلوب من هيئة الأمم، وتيأس النفوس من مجلس الأمن، وتيأس الأرواح من الحكام والشعوب، ولا يبقى الأمل إلا في الله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، حتى إذا استيأس الرسل، إن رسل الله عز وجل، إن الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم الله تأخر النصر عليهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، تخيلوا أن أخواتكم تفعل بهن الفواحش. يا أمة الإسلام، تخيلوا أن أبناءكم هم الذين يقتلون ويذبحون. تخيل أن أباك الشيخ الطاعن الكبير هو الذي يئن ولا يجد الدواء. تخيل أن أمك العجوز التي أرضعتك وسقتك هي التي تئن وتشتكي وتنوح وتبكي. يا أمة الإسلام، ماذا قيمة المليارات؟ البورصة تتحرك بها 13 مليار يوميا. يا أمة محمد، يا أمة لا إله إلا الله، تجمعكم القبلة وتعبدون ربا واحدا، تتبعون نبيا واحدا، ولا تغيثون هؤلاء. ما وجهنا وما عذرنا أمام الله يوم نلقى الله عز وجل والله يسألنا ويقول تمتعتم ورقصتم وطربتم ولهوتم وشبعتم وأكلتم ولبستم، وإخوانكم يذبحون يقتلون يشردون، بخلتم أن تعطوهم شيئا من الصدقة، وأنا كفلت لكم أن أخلف عليكم. ما عذركم ونبيكم صلى الله عليه وسلم يأمركم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم مجتابي النمار كلهم من مضر حزن صلى الله عليه وسلم، ثم قام وخطب الناس واستفتح آيات التقوى، ثم قال ليتصدق رجل من بره من صاع تمره من ثوبه، حتى جاء رجل بصرة كادت يده أن تعجز عنها، يقول فرأيت وجهه صلى الله عليه وسلم يتهلل كأن وجهه مذهبة من الذهب، كأنه قطعة ذهب، فرحا بالإنفاق. يا من يحب رسول الله تصدق لأهل الشام، يا من يريد أن يرضي الله تصدق لأهل الشام، يا من وقع في الكبائر تصدق لأهل الشام يغفر الله ذنوبك، يا من وقع في المعاصي
تصدق لأهل الشام يدفع الله عنك البلاء ويسترك ولا يفضحك. ويا حكام المسلمين أعلنوها بقوة أنكم صراحة مع هذا الشعب وتسليحا للجيش الحر. وإني من هذا المنبر أناشد خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن يجعل لقلوب الناس التي تغلي غليان المراجل بابا إلى الإنفاق والتبرع بحملة تبرعات ماراثونية تلفزيونية كبيرة حتى يخرج الناس ما عندهم، لأني أعلم أن في بلاد الحرمين وفي البلاد الإسلامية من أهل الغيرة والنخوة والعطاء من يريدون أن يساهموا في نصرة إخوانهم. والله لا خير فينا إذا كان الشعب الإيراني أكثر من 70% تحت خط الفقر والمال يصرف على الذبح والقتل، ونحن نتخم ولا نعرف كيف نتبرع ولا نعرف السبيل، والحدود مفتوحة. تركيا خط للدعم، الأردن خط للدعم، هناك أكثر من مجال للدعم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فضبطهم. إن الذي لا ينفق أخشى أن يكون كره الله انبعاثه ونفقته، إن الذي لا يبذل أخشى أن يكون الله كره وكره ماله وديناره، إن الذي لا يعطي وهو يقدر ويعلم ويدرك حقيقة المأساة وهو قادر لا يظن أنه يوفر، بل إنما آب بخيبة وببوار وخسار. وقل لي بربك ماذا ينفعك مالك إذا جعلت في التراب واقتسمه الوارثون وتشاحوا عليه ونسوك ولم يذكروك، وكنت أولى أن تجعل المال نورا في قبرك في لحد مظلم، وأنسا في قبرك في قبر موحش، وحياة لذيذة طيبة. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم يا قوي يا متين أهلك بشار طاغية الشام، اللهم أهلكه وزمرته وكل من حمل السلاح على بريء وضعيف وصغير وكبير. اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية. ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم جنودك الذي لا يعلمها إلا أنت. ربنا إننا وإخواننا نقول لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وإنهم يقولون لا إله إلا بشار. اللهم فأهلكهم بشركهم وبغيهم وظلمهم وعدوانهم على المسلمين والمستضعفين. اللهم اشف صدر كل أرملة وكل يتيم وكل أيم وكل ثكلى وكل عجوز وكبير وصغير. اللهم يا ذا الجلال يا من لا يعجزه شيء، ربنا احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين، اللهم ارحم موتاهم واجعلهم من الشهداء، اللهم اشف جرحاهم، اللهم آوي شريدهم وطريدهم، اللهم استر أعراضهم، اللهم اكفل أيامهم وأيتامهم، اللهم عجل نصرهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفهم، اللهم أقم على الحق والعدل دولتهم. اللهم من كف شره عن المستضعفين فاحفظه وأعنه إلى الهدى والخير، ومن أطلق سلاحه وشره عليهم فاجعل اللهم دائرة السوء عليه. ربنا اكفناهم بما شئت إنك أنت السميع العليم، ربنا اكفناهم بما شئت إنك أنت السميع العليم. ربنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إله الحق انصر إخواننا آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جزاك الله خير دكتور سعد. ليس بعد هذا القول قول، نأخذ فاصل ثم نعود لكم إن شاء الله.